تعرف إن القاهرة كانت عاصمة السكر في العالم؟ المؤرخ القلبشندي في كتابه صبح الأعشى يوصف لنا إزاي إنه مع وصولنا للعصر المملوكي كان السلاطين بيتنافسوا في عمل أصمطة الحلويات اللي هي موائد الحلويات، وظهر المشبك اللي كان بيتصنع بمهارة هندسية بتشبه المشربيات الخشبية في بيوتنا القديمة. الأصل هنا برضو كان عند أجدادنا المصريين القدماء اللي قدسوا عسل النحل لدرجة إن هم اعتبروه رمز لدموع المعبود رع. عالمة المصريات هيلاري ويلسون في كتابها وضحت إن المصري القديم هو أول من صنع المعجنات المقلية المحلاة بالعسل، ومع دخول الإغريق مصر ظهرت اللقيمات اللي هي أصل الزلابية النهاردة، وكانت بتتقدم كجائزة للفايزين في الألعاب الأولمبية. يعني طبق الزلابية بتاع النهاردة كان زمان وسام رياضي رفيع المستوى. من عسل النحل في طيبة لقمة القاضي في شوارع اسكندرية ومشبك دمياط الشهير، الحلويات في مصر هي صناعة البهجة اللي ورثنا سرها من جيل ورا جيل. قولوا لنا بقى في التعليقات انتم من عشاق الزلابية السخنة ولا المشبك اللي بيقرمش؟ وايه اكتر نوع حلويات بيحسسكم ان رمضان فعلا جاي؟ شاركونا في التعليقات واستنونا في حكاية جديدة من اصلها ايه مع بتوع الآثار.